السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أخبار عاجلة. سكة الحديد تحذر الركاب 50 جنيه غرامة في هذه الحالة. قرار من القضاء في 8 دعاوى تتهم مرتضى منصور بالسب. رقبتي ليك يا صاحبي. أحمد السقا يوجه رسالة إلى كريم عبد العزيز. وإليكم التفاصيل. سكة الحديد تحذر الركاب 50 جنيه غرامة في هذه الحالة. هابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالركاب عدم التواجد داخل المحطات أو القطارات بدون تذكرة السفر والاحتفاظ بها حتى محطة الوصول تجنبا لدفع الغرامة المالية المقررة وقيمتها 50 جنيها، وذلك لمنع التكدس والازدحام داخل محطات القطارات. كما ناشدت الهيئة الركاب للحصول على تذكرة السفر قبل استقلال القطار، مع التأكيد على مراجعة التذكرة بعد الحصول عليها من خلال المصادر المختلفة التي حددتها الهيئة، وهي شبابيك التذاكر بالمحطات، أونلاين من خلال الموقع أو التطبيق الرسمي للحجز، الحجز الإلكتروني من خلال منافذ فوري خدماتي طلقة أوباي كاش كول المنتشرة على مستوى الجمهورية، المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض الأماكن. ونتابع. قرار من القضاء في 8 دعاوى تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف. أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الثلاثاء نظر 8 دعاوى تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف لجلسة 28 مايو المقبل. يواجه مرتضى منصور اتهامات بالسب والقذف والتشهير من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومستشار الأهلي القانوني محمد عثمان، وممدوح عباس رئيس الزمالك، والأسبق والإعلاميين أحمد شوبير وعبد الناصر زيدان وهاني العتال نائب رئيس الزمالك سابقا. واتهم المدعين منصور بتعمد إزعاجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام مواقع التواصل لارتكاب الجريمة السالفة. وكانت محكمة النقد أيدت حبس مرتضى منصور شهرا قضى عقوبته وأفرج عنه، وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك. ونتابع. رقبتي ليك يا صاحبي. أحمد السقا يوجه رسالة إلى كريم عبد العزيز. وجه النجم أحمد السقا رسالة إلى النجم الكبير كريم عبد العزيز، موضحا خلالها أن علاقتهما بدأت في مرحلة الطفولة. النجم أحمد السقا عبر صفحته في موقع فيسبوك نشر صورة تجمعه والنجم كريم عبد العزيز، وكتب: قاعد وصاحي بدري ولقيت نفسي عايز أقول كلمة في حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتي من وإحنا عيال صغيرين. أنا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة، والقدر ربطنا ببعض، ومن يومها وإحنا أكثر من الأخوات، وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربي وابن ناس، وطول عمرنا ما بنقولش لبعض غير إزيك يا صاحبي، عامل إيه يا صاحبي، أو مبروك يا صاحبي. وتابع: وحقك عليا إني أقول لك ربنا يخليك ليا يا صاحبي، صاحبي وأخويا اللي بجد كريم عبد العزيز. رقبتي ليك يا صاحبي، كلمة حق في حقك يا صاحبي. وملحوظة علشان الناس اللي بتصطاد في المياه العكرة، دي الصورة اللي كريم كسب بيها جوي أورد وفي كل الحالات صاحبي أمر. النجم أحمد السقا يشارك في بطولة فيلم السرب المقرر طرحه الأربعاء الموافق 1 مايو في دور العرض، ويضم الفيلم نخبة من النجوم منهم شريف منير وآسر ياسين وأحمد حاتم ومحمد ممدوح ونيلي كريم. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.